نقدر نقول دلوقتي إن السرطان هو الرعب رقم واحد فوق سن 40 وال50. وهنلاحظ ضمن أسباب تزايد السرطانات، وده بقى كلام العلماء مش كلامنا، إيه هي الأسباب؟ ضمن أسباب تزايد السرطانات نمرة واحد الخمور والتدخين. دول سببين وراء تزايد سرطانات الثدي والبروستاتا والبنكرياس وسرطان الدم والبلعوم، الخمور والتدخين. سبب آخر هو الانحلال الجنسي وتعدد ماء الرجل على المرأة الواحدة، يعني حكاية المرأة المتعددة العلاقات، وبذلك يتعدد ماء الرجل عليها. دي أحد أسباب سرطان عنق الرحم. واكتشفوا أنه في فيروس بيبقى فيه هذا الفيروس في ماء الرجل، وهو اللي بيسبب سرطان العنق الرحم، لدرجة أن سرطان عنق الرحم ده اعتبروه دلوقتي مرض تناسلي زي السفلس والسيلان والهربس. نمرة 3 تلوث الطعام والمبيدات، ده وراء سرطان الكبد. رابعا المضادات الحيوية والعقاقير اللي بياخدها الناس بالهبل وبدون داعي، ديا وراء سرطان الدم. خامسا الأطعمة المحفوظة في العلب والإسراف في أكل اللحم، خاصة اللحمة الحمراء، ديا وراء سرطان القولون. الغريبة ان احنا لما بنجمع ده كله هنلاحظ ان الشريعة اللي بتحرم الخمور والانحلال الجنسي واللي بتحرم الزنا وتحرم كل خبيث مثل التدخين، وتحرم الإسراف في الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وتدعوك لتتخير لطعامك كل شيء نظيف وطازج وطبيعي. هي في الواقع بتلخص كل الموضوع ده كله، وهي تحميك ليس فقط خلقيا وسلوكيا، ولكن أيضا هتحمي جسمك وبدنك من أكثر السرطانات اللي اتكلمنا عنها. وتعدد الأزواج للمرأة الواحدة هي أمر محرم مطلقا في شرائع كل الأديان، وهذا بالطبع حماية للأسرة وحماية للسلالة وحماية من سرطان مؤكد مثل سرطان عنق الرحم. يعني معناها إيه؟ معنى ده كله إن الشريعة يا إخواني كلها رحمة وكلها رفق وكلها منفعة وكلها خير، وربنا أضرب صنعته وهو عارف ما يصلح لهذه الصنعة. ودي مجرد وجهة نظر، بنشوف قد إيه الشريعة اللي عمرها أكثر من 1400 سنة بتلتقي مع العلم ومع كلام كبار العلماء في موضوع خطير هو السرطان. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.